صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المساحة اللي يعطيها القرآن الكريم إلى العناية بالأسرة مساحة كبيرة، لأن الأسرة العش اللي تتربى به الأخلاق، تنشأ به الأخلاق، والأسرة هي الخلية طبعا في بناء المجتمع. مجتمع إذا صلحت الأسرة صلح، وإذا فسدت فسد. لذلك الشريعة الإسلامية تعطي الأسرة عناية بالنسبة إلى تنظيم علاقات أفرادها بعضهم بالبعض الآخر، يعني علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج والزوجة والزوج بالأولاد والأولاد بأبويهما. نعم، هذا المعنى الفقه الإسلامي تقريبا اشتمل على مساحة كبيرة في هذا. طيب، من جملة الآيات اللي عنيت بهذا هذه الآية، سنمر إن شاء الله ضمن مضامينها، وإحنا في أمس الحاجة إلها هالأيام، يعني في الواقع يعني مجتمعاتنا الإسلامية في مسيس الحاجة إلى تربية الأسرة، وإن كان ولله الحمد مجتمعاتنا الإسلامية مشغولة ما بيناتها تتشاتم، واحد يشتم الله، هاي بس غير هاي الله وكيلك. ونظل مع الأسف نظل تافهين. صنعنا الإسلام في يوم من الأيام، سوانا فرد شيء مذكور ألق، ثم لما بعدنا عن تعاليمه تحول ردينا الأولنا، ردينا يشتم بعضنا بعضا. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. شعارنا هذا. يمتى نصير بمستوى بني آدم؟ ما يريد لنا زمن فرد أشياء جانبية، معارك جانبية تثار، كأنه إذا أقيمت بعض الشعائر لآل محمد كأنه راح الدنيا تنقلب، ما تشاهد الدنيا، كأنه تستثير حساسية عناصر كبيرة من الناس، مع العلم أن هذا الرجل مصباح، الحسين سلام الله عليه مصباح في الظلام، مهمته الإنارة للأمة، هداية الأمة. وفعلا الفعاليات ذات العلاقة بالحسين سلام الله عليه ينبغي أن تكون بمستوى الحسين، ما تكون خارج مستوى الحسين. على العموم هذا إلى وقت إن شاء الله يجي، بس خليني أرجع أقول لن ننشغل بقضايا جانبية، وعندنا قضايا مهمة ومنها قضية الأسرة. خلينا نشوف. أولا، ووصينا الإنسان، الوصية هنا بمعنى الأمر، نبه لي معنى الوصية مثل يوصيكم الله في أولادكم، معنى الأمر يعني أمرنا الإنسان. الله عز وجل أمر الإنسان بوالديه، زين، وصينا الإنسان بوالديه. المتعلق ما ذكر، إذا المتعلق ما ذكر يفيد العموم. شلون يعني؟ يعني ما ذكر الوصية بيش
يعني الوصية بكل ما يحقق معنى الأبوة والبنوة، كأنه أنا ولد وهذا أبو وهاي أم وإلهم حقوق علي، الله عز وجل أمرني بأداء حقوقهم كافة. زين، هنا أكو سؤال: وصينا الإنسان بوالديه. قد يسأل سائل يقول الولادة إنما نتعقلها من طرف الأم، الأم تلد، لكن الأبو شنو؟ الأبو ايش معنى احنا نسميه والد أيضا؟ الأبو ما يلد، يجب عند الأبو كل ما عنده تطلع منه النطفة في أحسن لذاته، أبدا تخرج منه النطفة. فالولادة والمصيبة والضيم على الأم، على هاي الأم اللي كلها تتحمل الأم. زين، ايش معنى القرآن الكريم يعبر بوالديه؟ يعني الحقيقة هذا من باب التغليب او يسموه من باب المقابلة، يعني مثل القمران، الشمس والقمر، نبه لي اذني من هالنوع عندما يقال القمران الشمس والقمر، هذا من باب المقابلة. كذلك هنا، وإلا الأبو ما يلد، الأبو شنو؟ اللي تلد الأم، اللي تتحمل آلام الولادة وآلام الوضع وما بعد الوضع، كلها هذه الأمور تشيل عبئها الأم. إنما الأب إلى أعباء من نوع ثاني، شوي تنبه لي، الأب الواعي إلى أعباء من نوع ثاني. شلون يعني إلى أعباء من نوع ثاني؟ افرض الأم أعبائها الحمل، الولادة، الرضاعة السيمر علينا، الحضانة، إذن تتحملهن الأم. لكن الأب وش يتحمل؟ الأب يتحمل هموم التربية. إذا أبو واعي أن هذا ولد راح أطلع، هذا أشبه شيء بواحد يركب البحر، البحر كله أمواج، كله خطر، لازم واحد يحميه لئلا يغرق. كذلك الولد جاي أدب بالمجتمع، المجتمع بيه تيارات، بيه خرافات، كون أحميه من الخرافات، بيه وسائل متطرفة، كون أحميه من التطرف، بيه انحدار خلقي، كون أحميه من الانحدار الخلقي، بيه هموم وتطلعات، كون أحاول أغذي تطلعاته قدر الإمكان، أهي إلى جو للتعليم، جو للرعاية، جو للتربية. يعني هاي هموم الأب، أني مثلا ما أخليه بحاجة إلى عوز، ما أحمله على العقوق. هسه قد يقول لي واحد: أكو عندنا هيك يا أبو، أكو عندنا هيك آباء يفكرون بهالمستوى لأبنائهم؟ أنا ما أعتقد أكو أبو ما يحمل الخير لأبنائه، لكن واحد عنده وعي، واحد ما عنده وعي. إذا ما عنده وعي ايش يسوي له؟ يعني هذا وعي فهمه، وإلا الأبو يريد كل خير لابنه، ما أكو أبو ما يريد الخير لابنه، ولا أم ما تريد الخير لابنها. إذن المسألة تتوقف على مدى الوعي، أن الأب عنده وعي أو ما عنده وعي. همومه أو أعباءه عينا قد تكون بمستوى أحيانا كبير جدا. يعني أنا هذا أكون أفكر له الولد، أفكر له شلون مثلا مثل ما قلت لك أحميه من هالمؤثرات، أفكر له شلون أكفي، أفكر له فرص عمل، فرص دراسة مثلا، الجوانب. إذني أنا ملزم كأب، لأنه أنا اللي صرت سبب وجوده، طلعته إلى الوجود. مو الشكل الأبوان لما طلعوه إلى الوجود لازم يفكرون أن هذا مثل ما طلعناه، خلينا نحميه، خلينا نهيئ له الأجواء اللي تربيه، اللي تحسن إليه على العموم. طيب، إذن هاي والديه يعني من باب التغليب، وصينا الإنسان بوالديه. وإلا الواقع اللي يلد تلد الأم، واللي يحمل تحمل الأم، والشيء يمر علينا إن شاء الله خلا. ولذلك القرآن الكريم خصها بمزيد من العناية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. تنبه لي والله شوية، عندنا الحمل
اللي يصير على ظهر، مثل ما تقول حمل بعير او تحمل مثلا على حيوان. الحمل اللي يكون على الظهر، والحامل اللي يكون في البطن. نبه لي. فهنا حملت مقصود به الحمل. هذه حملته وهنا على وهن. شنو يعني المقصود؟ المقصود ان ذني ادوار الحمل اللي يمرن على المرأة، يعني تبدأ المعاناة، خط المعاناة، نقطة المعاناة تبدأ من العلوق رأسا، بس الجسم يحس بدخول جسم اجنبي اليه تبدأ المرأة تتوحم، وتمر عليها ايام الوحام غاية بالشدة. تبدأ المعاناة، ثم من بعد ذلك تبدأ المعاناة الاخرى، وهي ثقل الحمل، تعرض الى مضاعفات الحمل. بعد ذلك قد يصل الامر الى درجة يمنعها من النوم، يمنعها من الراحة، يمنعها من الطعام. شو يقابلها؟ يقابلها لذة الشعور بامتداد الذات، ان الام تشعر انها راح تكون راح تؤدي وظيفتها بالامومة. شعورها بانها راح تكون يحدث عندها لذة. لتعتقد المرأة تلتذ بشيء بقدر لذتها بالشعور بامومتها. تشعر بانها راح تكون ولما راح تكون راح تمتد ذاتها. هذا يعطيها غبطة، يعطيها شعور بلذة لا حدود لها. لكن مع ذلك تبقى اعباء الحمل وضعف الحمل. يقول حملته وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف. الوهن الضعف والانحلال. كل يومين ثلاثة يمرن تزداد ضعف، تزداد ألم، تزداد مشقة من أجل الولد. شو يريد القرآن الكريم؟ يريد يصور للولد معاناة الأم. يريد يقول للولد فك عينك، شوف هذه شقد تعبانة، يا الله طلعت انت للوجود. مو رأسا بمجرد ان تخرج الى الوجود انت نسيت كل شيء. لا، اكو بعضهم مو بس ينسى كل شيء، اكو بعضهم يقول لا يعني مو يعني ما دول ما زين سووا. على شنو هسه احنا جايبين لهالدنيا؟ على شنو اللي جايبونا لهالدنيا؟ شنو جايبونا؟ جابونا هنا الى هالبلاء وعرضونا الى هالمشاكل، ويا ريتهم ما تزوجوا ولا طلعونا. وشنو بها الدنيا؟ كلها ضيام وكلها مشاكل ومن مصيبة لمصيبة. فيبدأ يتذمر ويحمل الابوين مسؤولية العناء وانهم زجوا بهذا الوجود. ما خيروني، مو يقول الخيام، ما خيروني يوم جئت الوجود. من اجيت للدنيا ما حد قال لي تحب تجي لهالدنيا ولا غصبا علي طلعوني. ما خيروني يوم جئت الوجود ولم اخير بعدها اذا اعود، حتى من ارض اطلع من عدها مو باختياري، غصبا علي جروني رأسا. وسوف امضي وانا جاهل فيما نهاياتي ومما الورود. لا، احنا مو جاهلين الواقع، عارفين ان الله عز وجل خلقنا لعلة، خلقنا لحكمة، والدنيا مزرعة الآخرة. ندخل للوجود نتزود منها الحياة ونطلع. زين، اذا نرجع للآية. الآية بها بحوث مهمة شوية يكون نتنبه لها. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. شوي والله التفت لي هنا، اكو عندنا بحث مهم. الفصال يعني الفطام من الرضاع، ان هذا الطفل من بعد ما تضعه امه من بعد الحمل والام الحمل، هذا فصال في عامين، يعني يرضعوه سنتين، يرضع سنتين. زين، شنو معنى هذا فصال في عامين؟ يعني ما يجوز ان الام ترضع ابنها اكثر من سنتين. هاي وحدة. اثنين، خلينا نشوف اولا الام. القرآن الكريم يأكد على رضاع الام. ليش؟ هذه نقطة اللي صاير عندنا مع شديد الاسف. الامهات للمحافظة على رشاقتهن بس تذب للولد وتعطيه الى مربية يولا ترضع من هذا اللبن الصناعي.
مسألة اللبن، لبن الأم، أنا بحثي مو بحث طبي ولا أريد أتطفل على اختصاص غيري، لكن أذكر أقوال المختصين. زين، في مثل هذا الحالة الآن اللبن، لبن الأم يجمع المواد الأساسية، المواد الدهنية، النشوية، نعم، الأملاح، كل الزلالية، كلها يجمعها لبن الأم. وخصوصا الأيام الأولى، الأيام الأولى أول ما يولد، يعني لازم رأسا تعطيه الثدي، لأنه هالمادة اللي يفرزها الثدي فد عامل مطهر، عامل ينظم معدته ويطهرها ويعطي مناعة ضد مجموعة من الأمراض. بعدين شوف من حكمة الله أن هذا اللبن، لبن الأم، أولا لبن الأم يتناسب ويا حاجة الطفل. عمره شهر اللبن إلى كثافة معينة، صار شهرين اللبن إلى كثافة معينة، يعني تزداد النسبة حسب حاجته، هاي وحدة، وحسب مشتهايته أيضا. تملاحظ اكو أشياء لا الأم تعرفها، أن هذا قد يشتهي الثدي يطيب قد مشتهايته، ما يطي شيء أكثر من الحاجة حتى يسمن أو يسبب له مضاعفات، أبدا يطي قدر حاجته. زين، بالإضافة إلى هذا لبن الأم شو يعطيه إلى جانب ذلك كله أمان من كل النزلات المعوية، الأمراض، المشاكل كلها بأجمعها، هذه غير موجودة في لبن الأم. لبن الأم منظم، نظمته السماء تنظيم دقيق، زين، غاية بالدقة. بالنسبة للأم شنو؟ يمتص عندها مضاعفات الحمل، يعيد لها الرحم إلى حجمه الطبيعي، يمنع سرطان الرحم وسرطان الثدي. نبه لي زين، يعني التقارير كلها تقول أن يساعد على منع سرطان الثدي وسرطان الحامل. كل هذا بالرضاع، شنو؟ الرضاع الطبيعي. وعدنا احنا، شوف التفت الى فقهاء الامامية يقولون اللبن السيمر علينا، اللبن اللي ينشر الحرمة هو اللي يجي من التقام الثدي، يكون الطفل يلتقم الثدي ويمتصه، مو مثلا ترضع له الذبلة، افرض اللبن باستكان وديره بحلقة مثلا، لا، هذا ما ينشر الحرمة من هالنوع، لازم يمتص، يلتقم ثديها حتى تتحقق اهداف الرضاعة. اهداف الرضاعة يجب ان تتحقق. الاسلام او بالاحرى الشريعة تأكد على ان الام لا تهملها الواجب، زين، بس شقد قالت وفصاله في عامين. ليش يعني فصاله في عامين؟ الان لو رادت ترضع اكثر بعد طفل يحتاج يريد لبن اكثر، اكو مانع؟ لا، ماكو مانع ترضع اكثر، لكن انما نص القرآن على ان في عامين لاهداف. خلينا نشوف شنو هي الاهداف. الهدف الاول انه من بعد العامين الام ما تستحق اجر على الرضاع لو طالبت باجر. شوي تنبه لي لهي النقطة، لانه المرأة افرض من حقها ان تأخذ اجر على الرضاع، لكن لو ارادت تأخذ اجر اكثر من السنتين، من 24 شهر، الها حق؟ طبعا لا، ما الها حق. يعني الا الحق اللي الها انها تستحق مال 24 شهر للرضاع. هذا النص الهدف، يعني الغرض من هذا النص ترتب هالاحكام. الحكم الاول انها ليس لها ان تطالب باجر رضاعة اكثر من سنتين، وحدة. اثنين، لو اختلفا، يعني الاب والام تنازعوا، الاب قال لها مثلا ارضعيه اكثر، هي قالت له لا ارضعه اقل، يرجعون علما للآية. الآية تفصل ما بينهما بالنزاع، لأن الآية قالت وفصاله في عامين، خلاص حددت المدة، فلا داعي للنزاع. اثنين، ثلاثة، وهي المهمة، أن هذا الطفل رضع لمدة
يعني السنتين هو يرضع، من بعد السنتين جف ثدي امه افرض، نقلوه الى مرضعة. لما نقلوه الى مرضعة، المرضعة عندها بنت مثلا، رضعتها ورضعت البنت، من بعد السنتين اللبن ينشر الحرمة، يومين ينشر الحرمة، يعني يصبح هاي اللي ترضع وياه محرم عليه اخت من الرضاعة يولا من بعد السنتين. طبعا من بعد السنتين عندنا لا ما ينشر الحرمة. لو رضع من امرأة ولو عندها بنت من بعد السنتين يقدر يتزوج، نعم يتزوج تلك البنت التي رضعت معه، ما عنده مانع. زين، عد غيرنا شنو؟ ابو حنيفة يقول لا، الى حد 30 شهر ينشر الرضاعة، يعني 2.5 تنشر الحرمة. الرضاعة اذا استمرت تنشر الحرمة. اكو لا نظريات شوية انا مستغربها، يعني ما وين كان وجه الغرابة شنو، ما انا اتصور سند الرواية ما ينهض، وهو ان لو رضع من عمره 20 سنة، نعم، من المرأة، مع ذلك ايضا ينشر الحرمة. هذا رأي السيدة عائشة ورأي عطاء ورأي الليث، 3 بس هذول، مع ان نساء النبي خالفنها بهذا الرأي، وجملة الصحابة خالفوها بهذا، ان الانسان اذا بلغ عمره 20 سنة وارتضع من امرأة، هذا الرضاع ينشر الحرمة، لانه تستند تقول زوجة ابي سلمة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله انا عندي غلمان يخدمون يطبون علي وذول كبار، وابو سلمة يتضايق من عندهم، يشوفهم هذول يدخلون علي وشباب، شنو الحال؟ قالها الحل ارضعيه، اذا رضعتيه نعم يحرم عليك. زين، فيقولوا رضعتها ومشت عليه. رجاء بدون تعليق، يعني تنبه لي شوية، يعني احنا جاي نذكر حكم ما يهمنا. يعني انا ما احب انه لما تمر احكام من هذا النوع، صحيح قد اشجبها، وصحيح قد ادينها او قد اعتبرها غير ناهضة، لكن ضمن الجو العلمي، لا يكون خارج الجو العلمي. المهم، زين، هذا لا سبيل الى قبوله، هذا الرأي لا سبيل الى قبوله ابدا، ومناقشة الرواية معارضة بما هو امتن سندا ودلالة. زين، اذا القرآن الكريم لما يقول وفصاله في عامين، زين، المقصود من فصاله في عامين ال3 اشياء اللي ذكرتها الك، انه لا اذا صار نزاع يرجعون للآية، وبنفس الوقت ان خارج السنتين لا ينشر الحرمة، الاهداف اللي ذكرتها لك ضمن الآية. طيب، وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. طيب، شنو المقصود بالشكر هنا؟ طبعا المفسرين يقولون الشكر يتوجه الى نعمة السببية. شلون يتوجه الشكر الى الله بالعبادة بنعمة الخلق؟ هنا يتوجه بنعمة السببية. شنو يعني بنعمة السببية؟ يعني انا عندما اشكر الله عز وجل، ليش؟ لانه خالق، هو الخالق. زين، الابوين شنو شكرهم؟ يقول الابوين شكرهم لانهم السبب. الله خلق، لكن خلق بسبب الابوين. هذول الابوين السبب، تحملوا آلام هالخلق اللي مر عبرهما، تحملوا آلام الحامل وآلام الواضع وآلام التربية وآلام الرعاية، هاي كلها نعم تحملوها. فلما تحملوها ذول الشيء يتعين شكرهما، ان يشكرهما الولد. شنو معنى الشكر؟ نبه لي، مش شكر الى مراحل. عندنا شكر مرحلة قولية،
شلون يعني مرحلة قولية؟ اقول جزاكم الله خير، انتم من اجلي تعبتوا وتحملتوا. نعم. واكو لا والله مرحلة عملية. شلون يعني المرحلة العملية؟ تأدب بحضور الابوين، ألا يحد النظر إليهما، ألا ينظر إليهما بعين غضب، ألا تبدر منا كلمة نابية إزاء الوالدين. هذا الجو اللي يريد القرآن الكريم بالنسبة للأسرة. هاي الأسرة كن تعي الولد يعرف حجمه بين الأبوين، والأبوان يعرفون رأفتهم إزاء الولد، حتى يكون جو الأسرة جو مملوء حنان، عاطف، مودة. هذا جو الأسرة الإسلامية اللي يريده. ولذلك أصبح عقوق الوالدين من الكبائر. الفقهاء يعدون عقوق الوالدين من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يعني الكبائر 7 أو 70 أو أكثر أو أقل، عقوق الوالدين من الكبائر، لأنه خلاف ما أمر به القرآن. القرآن أمر بشكر نعمتهما، نعمة التحمل، نعمة التربية. أن اشكر لي ولوالديك رأسا. من بعد شكر الله يتوجه الشكر للوالدين لهالعلاقة، علاقة أن الله خالق وأن الوالدين هما السبب المباشر بالخلق. لوجود هذه العلاقة أمر بشكرهما. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شنو معنى إلي المصير؟ تنبه لي هذا المقطع الأخير بيجو تهديد. يعني يقول ترى راجع لي وأنا أعرف شنو معاملتك ويا أبويك. أنت إذا ما تعاملت ويا أبويك بالطريق اللي رسمته إليك، ترى راح ترجع إلي وأنا اللي أكافيك. أنا أعرف شلون أقابلك. يعني بتعبير آخر أنك إذا ما راعيت الوالدين مصيرك يمي وأنا اللي أتولى حسابك. عرفنا؟ هذا جو الآية. خلي نرجع نسأل سؤال ثاني. السؤال الثاني شنو؟ نقول أن القرآن الكريم عندما انصب على وصية الولد بأبويه، ليش ما انصب على وصية الأبوين بالولد؟ يعني اكو ابوين، احيانا اكو اباء مثلا مو بالمستوى المطلوب. اكو اباء تلقى هذا الابو فد ابو مثل ما نقول بيولوجي وبس، هذا هو يعني طلع الولد وهي ما يعرف غيرها. والام ايضا طلعت الولد وغيرها ما تعرف. ليش ما القرآن الكريم يوصي الابوين بالولد؟ القرآن ما يحتاج يوصي الابوين بالولد. ليش؟ لأن الولد شفقته تجري من الوالد مجرى الدم من العروق. يعني أنا ما يحتاج وجه واحد يقول لي صير شفيق على ابنك. أنا شفيق عليه شئت أم أبيت. وحقك إذا مر على الولد نائبة هالكبرها أول ما تصيب الأب قبل أن تصيب الولد. يعني تأمل. وهذا معنى مجبول حتى على الحيوان، مجبول عليه حتى الحيوان، ما يحتاج الانسان. احنا عندنا الان في آداب الذباحة، في آداب الذباحة افرض الله عز وجل اباح لنا لحوم الحيوانات وطانا رخصة بان نذبحها. من الاشياء اللي يمنع عنها الشارع ان تذبح الحيوان امام ابويه. يعني تجيب لك افرض شاة تذبحها امام ابويها، او تجيب مثلا فصيل مال بعير الذبحة امام ابويه. هذا ممنوع من الاشياء اللي يمنع عنها الشارع تماما. اكثر من هذا يقولون المؤرخين يرون اكثر من حادثة بالنسبة الى حيوان ذبح ولده امامه. هذا اصابه، يقولون ناقة ذبح طفلها امامها ثم ذبحت وجدوا صدعا في كبدها. زين هسه شنو يثبت للنقد او ما يثبت؟ المهم ان هذا معنى واضح ان الحيوان يحس بألم، يعتصر الألم عند شفقة على طفله. وانت لاحظ هاي لما ترجع الان الى الكتب اللي تعنى بالسلوك الحيواني واضح المسألة. ما يحتاج كل الحيوانات بغض
بغض النظر عن كونها حيوانات افرض عندها نسبة كثر من الادراك او عندها نسبة من الشعور، لان هاي مشكلة يثيروها دائما الفيزيولوجيين. شنو هي المشكلة؟ المشكلة ان هذا الحيوان احساسه ناتج من غريزة او ناتج من كمية محدودة من العقل. يعني الان انا مثلا اشوف لي حيوان يمر يم نقرة يعبر النقرة، ما يوقع بيها، زين هاي معرفة، لون من الوان المعرفة. هاي المعرفة شنو؟ غريزة؟ يولا عنده نسبة من الادراك. الان العلم يميل الى انه عنده نسبة محدودة من الادراك، وهذا معنى ما ادري، ارجو من الله عز وجل ان يعيني على اكماله. انا عندي حماية الحيوان بالشريعة، كاتب بمواد جاهزة، احاول ان شاء الله المعنى يطبع قريب ان شاء الله. المهم ان هالنسبة انا متبع بها اراء ذوي الاختصاص، ان هذا الحيوان اكو عنده نسبة من الادراك او ما عنده. طبعا عنده نسبة من الادراك، وهالنسبة من الادراك تخليه يتألم، يشعر طفله قدام عينه يعرض الى تجربة قاسية يتأذى تماما. فما يحتاج ان يوصي، ما يحتاج ان يوصي الابوين بيش بالولد، لا ابدا، لان الولد في واقع الامر الابوان يعتزان به، الابوان يعتزان بالولد غاية الاعتزاز. يعني الولد عندهم روحهما التي بين جنبيهما، وانا اكد لك هو الرباط اللي يربط بين القلبين المتنافرين. انت لما ترجع الى نسب الطلاق بالمحاكم، لما ترجع الى هذا الظاهرة المروعة، هاي ظاهرة الطلاق، لما ترجع الى نسبها بالمحاكم تلقى اعلى معدل نسبة للطلاق، نعم، بالفترة الاولى من الزواج قبل ما يصير عندهم طفل. اذا صار عندهم طفل لا، تنخفض النسبة. ليش؟ لانه مهما يريد يكون ان هذا ما عنده معرفة او قاسي، او الام ما عندها معرفة او قاسية، مهما تريد تصير تذكر ان هذا طفل راح يضيع، تذكر ان الضحية الطفل، فتنخفض. يعني كل واحد شوية يدوس على روحه، هذا يتحمل وهي تتحمل، حتى لان الطفل يذهب ضحية الطلاق. فالابوين ما يحتاج الباري عز وجل يوصيهم بان يرعون ابنهم، لان الولد ريحانة، الولد ثمرة الفؤاد، والولد موضع اعتزاز الابوين. الابوين يعتزان بالولد غاية الاعتزاز، وبالخصوص الاب اذا عنده اولاد يعتز بهم. انا اتخطر احيمر ابن خلف ابن بهدلة السعدي التميمي، هذا دخل على النعمان. لما دخل على النعمان سأل النعمان، قال له كيف انت في بيتك؟ اول ما سأل عن عشيرته بين له عشيرته شنو، بعدين سأل عن بيته، قال له كيف انت في بيتك، بيتك الخاص؟ قال له انا ابو 10 وعم 10 وخال 10، نعم، واخو 10. انا عندي 40 ذولا، يعني افتخر بهم، انا عندي 10 اولاد. طبعا وهذا المعنى مو بس بحضارتنا، حتى بالحضارات الاوروبية كانوا يفتخرون. لما ترجع الى التاريخ في حضارات اوروبا، هسه انت لا تقول لي الان اكو عوامل اقتصادية تحكمهم، يعني هاي العوامل الاقتصادية تخليهم يحددون الناس. يقول لك انا شو اللي بيهم انا ذول عدد، هذول يردون تربية، يردون طعام، يردون جوز يحصل ما حصل لهم فرص عمل. هاي من ناحية يعني عدا العامل الاقتصادي في اوروبا اكو عوامل اوجبت ان مثلا يختصروا لهم على ولد. يعني من جملة الحماية يقول لك انا في نظام يحميني، ماكو هذا النظام يحميني تماما، ما احتاج انا ادور على عشيرة او اولاد يدافعون عني، النظام يعطيني كل اسباب الحماية، ما اريد.
يعني بينما احنا عندنا بالجزيرة العربية وحضارتنا الممتدة الى الان حضارة الحماية بها قد تكون غير موجودة. يقول لك اريد كم واحد من اولادي داير مدايري دول درع الي، احتاجهم دول درع الي، احتاجهم الى الحماية. هذا المعنى ما موجود هناك. خليني ارجع للموضوع، ان يعتزون بان عندهم، هذا يقول له انا ابو عشرة، اخو عشرة، عم عشرة، خال عشرة. قال له هذا انت في بيتك، كيف انت في نفسك؟ قال له في نفسي انا ابرهن لك. الان وضع رجله على الارض، قال له شاهدي شاهد العيان، من ازالها عن موضعها فله 100 من الابل، اللي يقدر يشيلها من مكانها اعطيه 100 من الابل. ما حدنا اليه، كان معروف بالقوة والنشاط. قصدي موضع الشاهد، الابوان يعتزون بيش؟ يعتزون بالولد، وبالخصوص الاب. الاب يعتز بالولد. يعني اضرب لك حتى الام، اكو عندنا وادي السباع، هذا اللي انقتل به الزبير. وادي السباع اللي بين البصرة وبين الكويت، هذا وادي السباع اللي انقتل به الزبير. هذا ليش سموه وادي السباع؟ هذه امرأة كانت ضاربة خبائها، واجا واحد اراد الاعتداء على خبائها وعليها، صاحت يا ذئب يا فهد يا كلب يا نمر، ابنائها 7 مسميتهم باسماء السباع. فعبر عنه بوادي، اجوا اولادها يتراكضون فهذا هرب، فعبر عن الوادي وادي السباع، لان المرأة في الواقع ايضا موضع اعتزازها للحماية، مثل ما قلت لك للحماية الولد هو موضع اعتزاز، لكن الاكثر الاب. ولذلك احنا عندنا في حضارتنا ان الولد يدعى باسم ابيه، فلان ابن فلان. اذا ارادوا يحتقرون واحد ينسبوا الامه، يعبرون عنه يا ابن فلانة، يا ابن الزرقاء مثلا، يا ابن كذا. الغريب انا يمكن سبق انا اشرت اليه، شفت واحد من مفسري المسلمين، هذا لما يجي الى تفسير الايه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لابائهم، يقول عدد الله عز وجل يأمرنا ان ندعو الابناء لابائهم الا عيسى. عيسى انما عبر عنه القرآن الكريم عيسى ابن مريم، لانه ما عنده ابو هذا وما راد يكسر خاطره. ولذلك الناس يوم القيامة يدعون بامهاتهم جبرا لخاطر عيسى، حتى عيسى لا ينكسر خاطره باعتبار ما عنده ابوه. وبعد ويدعى الحسن والحسين بامهما فاطمة تشريفا لهما. بس هي مو هيك ترى، وين كانت سويتوا صلوات، بس هي مو هيك. نتنبه لي ايه يعني، مو ذنبكم، يحتاج لكم بعد شوية طبخ هواية. يلا ان شاء الله ان شاء الله الله عز وجل على ان شاء الله على طريق الخير كلنا. عيوني فيما يخص هاي المحاولة اللي يذكرها هذا المفسر ما مقبولة، لانه يدعى باسم فاطمة تشريفا له. لا مو شيء، فاطمة مو اشرف من الامام علي بن ابي طالب، لا. فاطمة صحيح بنت رسول الله، لكنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه سيد الناس بعد رسول الله، ويقولها زوجتك خير الناس من بعدي. فهاي المحاولة شوية عليها علامة استفهام، مو مقبولة ابدا، مو مقبولة. يدعون، لا بالعكس، مو يدعى هذا ابن علي، مو الامام هو الحسين نفسه يرتجز ويفتخر بانه ابن علي الخير من ال هاشم. في الحقيقة ارجع الى الموضوع ان الابوين يعتزان بالولد ويعتبران الولد شنو؟ من العدد التي يعتمد عليها عند الشدة، لوجود هذا الترابط. اكو ترابط قهري
الام والاب قهرا يميلان علما الى الحنو على الولد ورعاية الولد وتربية الولد. الولد ما عنده هذا، ولذلك الله اوصاه بالابوين وقال له اذا طلعت عن مستوى الوصية راح توقع بمنطقة الكبيرة، لان عقوق الوالدين كبائر. فهالجانب شنو الهدف من عنده؟ الهدف من عنده حماية الاسرة، ان الاسرة تكون بها نوع من الترابط، مودة ورحمة ورعاية وتربية، كلها وين تنشأ؟ في جو الاسرة. ولذلك تلقى الولد اذا نشأ في اجواء اسروية منظمة ما في شك انه يصبح قرة عين، يصبح ريحانة. ريحانة، الولد ريحانة اذا نشأ بالاجواء التي رسمها الله عز وجل لنشوء الولد. الولد ريحانة. زين، احنا الليلة طبعا نمر بذكرى برع من براعم الهاشميين، وهو علي بن الحسين الاكبر سلام الله عليه. خلي نلاحظ ان هذا شنو كانت مزاياه. الحقيقة هذا الشاب ترعرع ونشأ وتربى في أسرة مكهربة بأجواء النبوة. موش يقول الحسين في شهادة العلي الأكبر: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. يعني هذه مو شهادة عاطفية من الحسين سلام الله. الحسين جاي يتعامل مع الله وجاي يطلب من الله أن يشهد على هؤلاء، والله مطلع على السرائر، مو قضية عاطفة جاي يقيم ابنه بدافع عاطفي، لا، بدافع موضوعي. يقول اشهد على دولة، لأنه هذا اللي جاي أقدمه لهم هذا نسخة عن الرسالة، نسخة عن هالأجواء، أجواء الرسول. أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. ولذلك تلاحظ أن علي الأكبر تميز بمزايا وقف التاريخ يثبتها له من ناحية الآداب، الحياء، الكرم، الشجاعة. رسول الله كان إذا جد الجد يقول الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كنا إذا جد بنا الجد لذنا برسول الله. إذا تشتد علينا ظروف الحرب اللذ بالنبي، ينتفض كما ينتفض الصل في شجاعته. الرسول في كرمه يباري السحاب المرسل جودا وكرما. علي الأكبر يتطلب الليالي الظلماء يوقد بها نار القرى ويطعم الطعام، نعم، امتدادا على خط جده. رسول الله صلى الله عليه وآله كان دمث الأخلاق، يعني يملأ وجهه نفوس الناس بالغبطة. علي الأكبر كان يحمل هذه الخواص، يعني ذلك الوجه المشرق الطافح بالرحمة وبالوداعة وبالمودة. إذا تكلم كأنه يفرغ عن منطق رسول الله. بعد عند ذلك الإيمان العميق بالله. مو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للعم أبو طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعلت، ما يهمني أنا، اللي يجري علي يجري علي. وقف الحسين سلام الله عليه لما مر بطريقة إلى الطاف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي الأكبر: فداؤك روحي يا ابن رسول الله، شو أراك استرجعت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتذكر الله، شنو الأمر؟ قال له: رأيت هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. قال له: يا ابن رسول الله أولسنا على الحق؟ احنا مو جاد نعرف أنفسنا؟ قال له: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي لا نبالي أن نموت محقين. احتضنه الحسين. شايف الروح هاي؟
روح التضحية، الروح الإيمانية، روح الفداء. احتضنه الحسين وأدناه إليه. بالجملة علي الأكبر كان عبارة عن نموذج من أجواء التربية التي أرادها الرسول لأهله. هذا شكل نموذج من الأجواء اللي تربت، اللي انطبقت على هذا الرجل وربته. ولذلك أخذ علي الأكبر في مصرعه من الحسين مأخذا لم يأخذه مصرع قط. ترى علي الأكبر يوم الطف، تأمل، هو مصرع لعب بالحسين ما يلفت النظر. يعني احنا نلاحظ، استقرأ وقائع الطف عندك. حسين سلام الله عليه كان واقف يرقب المعركة، اي واحد من اصحابه يوقع يجي الحسين يحمله يأبنه يطلب له نعم من الله عز وجل اشياء. بس ما ذكر لنا التاريخ ان الحسين في مصرع من المصارع نزل من على الفرس وتمدد بالساحة. ماكو ترى الا بمصرع علي الاكبر بس. شو تنبه لي زين؟ يعني هذا مما يدلك على مدى التأثر، وهذا شيء طبيعي. الولد ترى ما مكانته ما يعدلها احد ابدا، لا اخو ولا اب ولا اي شيء. الولد قطعة من الكبد، قطعة من الفؤاد. لذلك يأخذ اثر لا يأخذه اثر اخر، او بالاحرى حدث اخر. اذا علي الاكبر في مصرع يوم العاشر اخذ اثرا من الحسين لم يأخذه مصرع قط. وذلك لما اراد النزول الى الساحة، يقولون المؤرخين اقبل تعلق بثوب الحسين، قال له ابا عبد الله انا اشوفك انت واقف وتطلب الناصر، تأذن لي يا ابن رسول الله ان انزل الى القتال؟ الحسين ينظر اليه طويلا ثم قال له ادن مني يا نور عيني، انت مصمم على ان تنزل الى الساحة؟ قال بلى. قال له ادن الي. دنا اليه، عدل عليه سيفه وعدل عليه رداءه ومد يديه. عبارة بعض المؤرخين يقول اعتنقه حتى سقط الى الارض. عبارة غاية في الألم. اعتنق ما بين الجيشين حتى سقط الى الارض، والحسين يشد ولده الى عنقه يودعه، ثم قال ابرز بني. بارك الله فيك، برز وعين الحسين تلاحقه لا تكاد تفارقه. يسمع ارجوسته، انا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي. ليلى بعمق المخيم، هاي بناء على الرواية اللي ضمنا تشير الى وجودها، هي في اعماق المخيم. تراجع يعني الوسيلة بينها وبين معرفة ما جرى على ولدها هو عبارة عن وجه الحسين. تعاين وجه الحسين، فجأة تشوف وجه الحسين تغير. اقبلت اليه قالت ابا عبد الله اني ارى وجهك قد تغير، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ادعي لولدك. رجعت الى المخيم، جردت خمارها، رفعت رأسها الى السماء، صاخت الهي بصبر ابي عبد الله، الهي بغربة ابي عبد الله، يا رد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. طبت الخامة الغريبة
تبكي على بنيها بريبة توصلت لله بحبيبه بالحسين وش ما بي مصيبة يا رادي الزيب من بغيبة هلا يعقوب ومسجين حيبة أريدك على عليم تجيبه رجع يحمل رأس بكر لما وقعت عين الحسين عليه صاح أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني قال بني لا سبيل إلى شكوى العطش أكو شيء أهم من عطشك بادر إلى الخيمة بادر إلى أمك بادر إليها أخذ راسها تركه في حجره نضحها بدموع عينه فتحت عينيها واعتنقت وطلع مرة أخرى وعين الحسين تلاحقه ودعاء الحسين وراءه بني إني لا أرجو أنك لا تمشي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا نزل إلى الساحة وعين الحسين تلاحقه وهو يرتجز الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق وهو يذود الخيل يصد بصدره كتائب القوم إلى أن سقط إلى الأرض فوجئ الحسين بالصوت عليك مني السلام أبا عبد الله أقبل إليه الحسين امتطى ظهر جواده وأقبل ملء العنان لفرسه إلى أن وصل إلى مصرع علي الأكبر ألقى بنفسه عليه أخذ الرأس وضعه في حجر فجثى وأقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع عين ودماء يا عدل قد قتلوا شفقيه محمد انزل بساحتهم عظيم بلائي حمله الحسين هذا اخر واحد اخر نبلة وان كان رواية القاسم اخر نبلة وهو اول قتيل وهذا اللي عليه الاغلب اول قتيل من الهاشميين. الحسين صاح لبنيها حاول حمله حط صدره على صدره اراد ان يحمله ما تمكن التفت الى الهاشميين قال احملوا اخاكم والله لا طاقة لي على حمله حملوه الى المخيم ورجلاه يخطان الارض اقبلوا به والحسين من ورائهم لما وضعوه بالخيمة جلس الحسين عند راسه يا ابن علي يا فتشة العين يا ابن الصواب الضادك وين انا منين جتني كربلاء منين يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم لا تحرمنا من الأخذ بحجتهم. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون